يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا. احنا النهارده في حلقه خاصه جدا ولاول مره على قناتنا، قناه عبد الله فود. هندخل منطقه الالغام، منطقه المشطشط. انا جمعت لكم النهارده في الشنطتين دول احر واخطر تجميعة شيبسي وسناكس في مصر، من اول الشطه العاديه لغايه الفراخ الكوري والسجق الشرقي. بس التحدي بتاع النهارده هو ملوش كتالوج. انا قدامي كوبايه ميه واحده، دي المهرب الوحيد. عايزين نوصل ل 5000 اخ واخت يا جماعه، عايزين نوصل ل 5000 مشترك فضلا وليس امرا يا صديقي العزيز. نبدا باول واحد ونقول بسم الله، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. هجرب شيبسي كرانش بطعم الشطه والليمون وسعره 10 جنيه. نقول بسم الله ونفتح. ريحه الشطه باينه وواضحه، بس صراحه حاسس بريحه الليمون اقوى. شكل الشيبسيايه، نقول بسم الله. بالنسبة لطعم الشطة والليمون فصراحة طعم الشطة هادي نسبيا وطعم الليمون هو اللي طاغي. فمش طعم الشطة اللي بالك فيه اللي هو يخلي بقك مولع، لا، ده في البسيط منه. ولكن بصفة عامة تجربه، جربه وبألف هنا وشفا. تاني نوع معانا شيبسي بطعم الشطة والليمون من شركة شيبس وسعره 10 جنيه. بسم الله ونفتح. انا حاسس ان الشطة هنا زيادة والليمون هادي بشكل نسبي. نقول بسم الله وندوق. بالنسبة لشيبسي شيبس بطعم الشطة والليمون، هنا نسبة الشطة أعلى بشكل واضح، ولكن لمسة الليمون هنا أجمل صراحة من اللي في كرانشي. تجربوا، تجربوا، بس مش الشطة اللي تخلي بقك مولع. كده نوعين لغاية دلوقتي مفيش أي قوة تأثير مخليني أشرب المية. والله أنا عايز أشرب المية عشان عايز أستثمر مع ربنا سبحانه وتعالى. هجرب تالت نوع معانا، هجرب شيبسي تايجر بطعم الشطه والليمون وسعره 10 جنيه. شكل الشيبسية، انا هنا يا جماعه حاسس بريحه الليمون اقوى من الشطه، ولكن خلينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شربت هنا الميه لان طعم الشطه هنا عالي جدا مع لذعه الليمون الجميله، فصراحه حسيت ان انا بقي بدا يحرقني كده شويه. فيستحق صراحه ان انا استثمر ب5 جنيه. هجرب رابع طعم معانا، هجرب شيبس تايجر بطعم الشطه الحلوه فاير ستورم. ده اللي هو الاطعمه الجديده اللي هم منزلينها ب 15 جنيه سعره. ونقول بسم الله ونفتح. شكل الشيبسية، قول بسم الله. بسم الله. ده انا كنت قيمته قبل كده في فيديو مستقل لوحده. صراحة طعم الشطة هنا قوي جدا، فجامد جامد. الشطة بتسمع في النافوخ على طول وبقك بيحرقك مسافة ما بتاكل وحدتين ورا بعض او 3 وحدات. فتجربوا، اجربوا بألف انا وشفا. هنجرب خامس نوع معانا برضو شيبس تايجر، منزله الطعم الجديد رقم 2 تشيكن لافا، اللي هو بطعم الفراخ الكوري المماثل للطبيعي وسعره 15 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. لا، ده ريحه فراخ كوري، ريحه فراخ كوري. بص، ده أنا التوابل مغرقه الشيبسيه. نقول بسم الله وندوق. ده اكتر واحد لغايه دلوقتي خلى بقي مولع والله العظيم. طعم الفراخ الكوري هنا مشطشط لدرجه كبيره جدا جدا جدا، بيخلي بقك حريقه من اول واحده. بس انا عشان واحد من الناس بحب الشطه فبيخليني مستمتع، يعني باكل الشطه اكتر استمتع اكتر. والله. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بس هنا في ملحوظه صغيره، ان نسبه الملح هنا عاليه سنه. كنت اتمنى ان نسبه الملح تقل، ولكن كتجربه 10 من 10 صراحه. تجربوا، اجربوا وبالف انا وشفا. هجرب سادس نوع معانا، هجرب شيبس لايون اكسترا ستريم بطعم الكاتشب المولع الحار وسعره 10 جنيه. نقول بسم الله ونفتح. شكل الشيبسية، يا نهار ابيض. نقول بسم الله وندوق.
بالنسبه لطعم الكاتشب المولع الحار، فطعم الكاتشب هو اللي طاغي بشكل واضح، ولكن بالنسبه بقى لفكره المولع الحار ده، نسبه الشطه هنا ضعيفه، فمش ده اللي هيعجب الناس اللي هم بيحبوا الحاجات المشطشطه الحريقه. هجرب سابع نوع وده اخر نوع معانا في الشيبسيات النهارده. هجرب شيبسي تايجر بطعم السجق الشرقي. طب ايه اللي دخل السجق الشرقي في قصه المشطشط والتحدي ده؟ اولا السجق الشرقي معنى كده ان فيه نسبه الشطه بتكون عاليه جدا جدا جدا، وده سعره 10 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. يا عم هو انا هاوي؟ ده الشيبسي كله ريحه السجق باينه وريحه الشطه مفحفحه. نقول بسم الله وندوق. مشطشط. بسم الله. بالنسبه لطعم السجق الشرقي ولا غلطه، طعم السجق باين وواضح، والشطه هنا عاليه هتخليك تستمتع وانت بتاكلها. فعشان كده صراحه شربت البق ميه. احنا كده يا جماعه شاربين كده لغايه دلوقتي كام بق؟ حوالي 4 بقات، صح؟ او 4 بق ميه في 5 جنيه، كده 20 جنيه بتغطي وجه ربنا. انا في كيس شيبسي صراحه نسيت اقيمه، كان في وسط زحمه السناكس. هنقيم كرانشي بطعم ميكس جريل حار نار وسعره 10 جنيه. صراحه انا نسيته احطه في التقييم. نفتح ونقول بسم الله. شكل الشيبسية، ريحة الميكس جريل باينة وواضحة. نقول بسم الله وندوق. ده ياخد اول مقرر. بالنسبه للميكس جريل حار نار يا جماعه، طعم الشطه قوي جدا جدا جدا، وطعم الميكس جريل باين وخلاني صراحه كحيت. فهو مشطشط عشان كده شربت بق ميه. احنا كده يا جماعه شاربين 5 بقات ميه ب 5 جنيه، كده 25 جنيه استثمار مع ربنا سبحانه وتعالى. ملخص للثمان انواع شيبسي اللي بطعم الشطه من وجهه نظري الشخصيه. ترتيبهم: رقم 1 تايجر تشيكن لافا اللي هو بطعم الفراخ الكوري. رقم الاول مكرر، ولاول مره بتحصل ان انا بدي اول مكرر لمنتج، كرانشي ميكس جريل حار نار. رقم 3 تايجر فاير ستورم اللي هو بطعم الشطه الحلوه. رقم 4 كرانشي بطعم السجق الشرقي. رقم 5 تايجر بطعم الشطه والليمون. رقم 6 كرانشي بطعم الشطه والليمون. رقم 7 شيبسي بطعم الشطه والليمون. وبيجي معانا في المرتبه الاخيره والمرتبه الثامنه شيبسي لايون اكسترا ستريم بطعم الكاتشب المولع الحار. في الاول وفي الاخر انا بقيم وبرتب من وجهه نظري انا الشخصيه، تتفق معايا او تتعارض، فاختلاف الراي لا يفسد للود قضيه على الاطلاق. صلى على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان ننتقل الى الجزء الثاني من الفيديو المتمثل في السناكس. احر سناكس واسترها يا رب عشان شكلي هشرب كوبايه ميه تاني. الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا تقييم احر سناكس في مصر. وصراحه بحس ان الشركات بتتفنن وبتزود الشطه في السناكس على عكس الشيبسيهات. فمش عارف ايه الفكره، ولكن ربنا يستر، لان احنا شكلنا كده هنحتاج كوبايه ميه تاني او ازازه ميه تاني. نقول بسم الله ونبدا. اول حاجه معانا جاكور كونو بطعم الشطه المولعه وسعره 10 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. انا كدبت عليك والله ما كذبت. ريحه الشطه مفحفحه. بص يا باشا بص الشطه اصلا عامله ازاي في الكونو. نقول بسم الله وندوق. ليه انا بقول عليه غدار؟ انت بتاكل الكونو الواحده هتحس ان انت بتاكل طعم شطه خفيف. تاكل التانيه في التالته تيجي هنا يا باشا عند بذورك تحس في زورك ان في حرقان ابن لذينه وعايز تكح. فده غدار. فبالنسبه لي ده انا بديله 10 من 10 كتقييم ولا غلطه، ولكن خد بالك عشان ده غدار. فده بالنسبه لي عجبني فبديله 9.5 من 10. عارف ليه ما اديتوش 10 من 10؟
اديله 10 من 10 في حاله لو انا كنت حسيت بالشطه من اللحظه الاولى، بس عشان هو غدار فلازم اغدر بيه برضه في التقييم. هنجرب تاني حاجه معانا، جاكور باف كورن بطعم الفراخ الكوري وسعره 10 جنيه. نقول بسم الله ونفتح. ريحه الفراخ الكوري باينه وواضحه، ربنا يستر. شكل الباف كورن ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لجاكور باف كورن بطعم الفراخ الكوري، الشطه فيه هاديه، يعني انت بتحس بطعم الشطه ولكن على استحياء، فده اديله مثلا 6 من 10. هو مش وحش، هو كويس، بس الشطه فيه هاديه. ليه؟ لان هو هنا لعب ان يزود لك طعم الفراخ، تمام، ويقلل لك شويه من السبايسي، على عكس شيبس تايجر، خلاك حسيت بطعم الفراخ وراح لسعك طعم الشطه. كنت اتمنى في باف كورن يكون كده، ولكن طعم الشطه موجود على استحياء. هجرب تالت منتج معانا، هجرب جاكور ستريبس بطعم الشطه المولعه وسعره 10 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. وانا عمال اقول السناكس راح، السناكس جه، وعمال اجعلصها ماشي. ريحه الشطه هنا باينه، بص بص يا ولدي. نقول بسم الله وندوق. احنا كده شربنا كده 6 بقات ميه او 6 بق، او يعني شربنا 6 بقات من الميه. بالنسبه لجاكور ستريبس بطعم الشطه المولعه، هو نفس الفكره بتاع جاكور كونو بطعم الشطه المولعه، يخليك تاكل اول واحده في الثانيه في الثالثه لغايه لما تحس بقى بالشطه. بس للامانه هنا نسبه الشطه اعلى بكتير جدا، والناس اللي كيفت شطه وبتعشق الشطه هتتكيف قوي وهتستمتع بده. احنا كده 30 جنيه استثمار بتاع وجه ربنا. هجرب رابع منتج معانا، سناكس جاكور تورتيلا بطعم الفلفل التايلاندي وسعره 10 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. انا لسه بفكر افتح الكيس. ريحه الفلفل قويه جدا. شكل التورتيلا. نقول بسم الله وندوق. بالنسبه للفلفل التايلاندي، فانا حسيت صراحه بطعم الفلفل وهو اقرب للفلفل الحلو، يعني في نسبه شطه ولكن نسبه الشطه ضعيفه. جميل جميل للناس اللي هي بتحب الفلفل الحلو. خليكم للاخر عشان انا عارف ان دول كارثتين اصلا. هجرب خامس منتج معانا، سناكس بريك بطعم الفلفل الحار وسعره 10 جنيه. نفتح كده ونقول بسم الله. الكميه هنا يا جماعه كبيره جدا، ده ب 10 جنيه. شوف الكميه عامله فين. يمكن ده الوحيد اللي اتكلمت عن الكميه بتاعته من ساعه ما بدات الحلقه. بسم الله. ريحه الفلفل هنا برضو باينه. بالنسبه لسناكس بريك بطعم الفلفل الحار، طعم الفلفل يا جماعه الحراره بتاعته هاديه جدا للامانه، فده عامل زي اخوك مين، الفلفل التايلاندي. الاتنين قريبين من بعض في الطعم، ولكن هنا في ميزه ان الكميه كتيره، فده مثلا يلعب معانا في سكه ال5 من 10. 5 من 10 انا كارمه عشان خاطر الكميه. نخش بقى في الاتنين انا مقلق منهم. بونز سناكس بيقول لك احترس منتج حار، استرها يا رب علينا. هجرب سادس منتج معانا وده اللي مقلق منه، هو ورقم 7 اخوه، بونز سناكس بطعم الجبنه الحاره وده على شكل مكرونه. نفتح كده ونقول بسم الله. وده سعره 10 جنيه يا جماعه بالمناسبه. هت... هتقول لي في منه ابو 15 جنيه، هقول لك يا باشا انا لقيت ابو 10 جنيه، ما تدقش معايا. شكل السناكس على شكل مكرونه زي ما قلنا. ريحه الجبنه باينه ولكن في كمين بتاع الشطه. ندوق كده ونقول بسم الله. طلع مقلب والله. بالنسبه لطعم الجبنه الحاره، طعم الجبنه
باينه بشكل واضح بشكل قوي. بالنسبه للشطه ضعيفه، يعني انا بتكلم 70% جبنه 30% شطه. هجرب اخر سناكس معانا اللي هو بونزو سناكس على شكل مكرونه بطعم الفلفل الحار والليمون، وده انا صراحه وسعره 10 جنيه، وده انا صراحه مستبشر بيه خير ان شاء الله يعني. ما تجربنيش يا عم، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الفلفل مع دخلت بقى بمناخيري فاهمني، ما علينا. شكل السناكس على شكل مكرونه، ندوق ونقول بسم الله. بالنسبه لطعم الفلفل الحار والليمون، فانا لاحظت ان نسبه الليمون هنا عاليه ونسبه الشطه هنا خفيفه. ف يعني انت بتقول لي احترس منتج حار، لا ده منتج عادي مش مشطشط. يعني ما تقولش ان انت مشطشط وفي الاخر انت اصلا مش مشطشط. في تعليق صغير انا عايز اعلقه على بونزو سناكس بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام ومنتهى الرقي والله. انت كاتب على الغلاف من ورا احترس منتج حار، لا ده مش منتج حار. لان انت هنا عند حضرتك في طعم الجبنه المولعه او طعم الجبنه الحاره نسبه الجبنه بمعدل 70% ونسبه الشطه 30%. عارف امتى اصدقك؟ في حاله لو النسبه لو اتقلبت. يا سيدي عملتها لي 65% شطه 35%، احبك جبنه ما عنديش مشكله. هنا نفس الكلام، بس هنا اللي يشفع لك حاجه واحده، ان طعم الليمون حلو صراحه. فكنت اتمنى ان طعم الشطه هو برضو يبقى نفس الفكره، بنسبه من 60 ل 65% شطه والباقي ليمون. انت كاتب لي منتج حار وهو مش منتج حار. ملخص احر سناكس في مصر من وجهة نظري انا، رقم واحد بجدارة وامتياز جاكور كونو بطعم الشطة المولعة، ممتاز صراحة. بالنسبة للمرتبة الثانية جاكور ستريبس بطعم الشطة المولعة، ممتاز. رقم ثلاثة جاكور باف كورن بطعم الفراخ الكوري. رقم أربعة جاكور بطعم الفلفل التايلاندي. رقم خمسة وستة مع بعض. رقم سبعة بريك بطعم الفلفل الحار. انا بقيم من وجهة نظري، وخصوصا ان انا واحد من عشاق الشطة، فتختلف معايا او تتفق، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية على الاطلاق. ادعمونا بعمل اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نوصل ل 5000 اخ واخت يا جماعه، عايزين نوصل ل 5000 مشترك فضلا وليس امرا يا صديقي العزيز. ملخص سريع للحلقه لافضل شيبسي وافضل سناكس بطعم الشطه، هنرتبهم. رقم واحد اللي ياخد النهارده الكاس كرانشي بطعم ميكس جريل حار نار 10 على 10. اللي ياخد المرتبه الثانيه تايجر تشيكن لافا اللي هو بطعم الفراخ الكوري، ممتاز. رقم ثلاثة يا صديقي العزيز تايجر فاير ستورم اللي هو بطعم الشطة الحلوة. رقم أربعة كرانشي بطعم السجق الشرقي، ممتاز. بالنسبة للسناكس هم اتنين بس اللي كسبوا معانا. أول واحد جاكور كونو بطعم الشطة المولعة، ممتاز. رقم اتنين جاكور ستريبس بطعم الشطة المولعة، برضو جميل وممتاز. احنا كده خلصنا الحلقه بتاعتنا. لو عايزيننا نعمل سلسله لحلقات اكتبوا لنا تحت في التعليقات عايزين حلقات تبقى عن ايه بشكل اسبوعي، ومستني دعم حضرتك من خلال الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك وتعمل كده وتكتب كومنت جميل تصلي فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتب التجربه اللي جايه. بحبكم جدا جدا في الله. احنا كده اجمالي اللي احنا استثمرنا بيه مع ربنا سبحانه وتعالى تقريبا 30 ل 35 جنيه، فان شاء الله باذن الله هنطلعهم ابتغاء وجه ربنا. وبحبكم جدا في الله، وكل لايك وكل كومنت هيجي على الفيديو ده على وجه التحديد هطلع نص جنيه ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى من باب الاستثمار بنيتي انا وبنيه حضراتكم بالخير. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد الله فود.